بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي ويا أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسمي الله وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احنا عملنا بقى جلاش ولا أحلى ولا أحلى محل حلويات. الجلاش ده يا جماعة كل اللي ياكل منه والله العظيم واقسم بالله كل اللي ياكل منه يقول شارين الجلاش ده منين، من كتر الريحة بتاعته الجميلة ومن كتر حلاوته. طبعا ده الأول مرة ان انا اعمل الطريقة دي. انا عملت الجلاش برضو قبل كده كتير قوي، وصورته مرة برضو انا عاملاه ومصوراه، بس بالحلاوة وبالطريقة دي مش هتلاقوا له حل ابدا. هتعملوا الكريمة الاول. نعمل كريمة كده جميلة. حطينا معلقة 3 كاسات حليب و3 معالق كاستر وحبيتين بيض وفانيليا، وهنحط معلقتين 3 سكر على حسب انتوا بتحبوه حالي ازاي. انا مش عاملاه حالي او هنحط معلقتين 2 سكر يا بنات. انا حاطه معلقتين سكر ليه بقى؟ عشان انا مش عايزاه مسكر قوي. انا الشربات هيشرب سيرب، فمش عايزين نسكر، والجلاش هيشرب سيرب. الجلاش هيشرب ايه؟ سيرب. فانا مش عايزه الحاجه دي مسكره قوي. طالع مظبوط بصراحه. حطيت هنا الكنافه دي وحطيت سمنه بلدي عليها، وهنستمر كده بالتقليب لغايه ما تاخد لون ذهبي مش غامق. لون ذهبي يا بنات، ماهوش غامق، عشان ما تبقاش مره كده يبقى طعمها حلو. احنا القصد كله ان احنا نديلها تحميصه بس. زي ما انتم شايفين بقى كده ادينا لها تحميصه جميله، وهنطفي عليها بقى. شايفين التحميصه دي؟ ما نغمقهاش عن كده، يعني كده طبعا في الوقت ده انا هطفي عليها بقى خلاص. بنستمر كده بالتقليب يا بنات على طول، عشان ايه ما فيش واحده تحمر وواحده لا. انا ما حطيتش سكر عليها خالص كده، انا طفيت عليها. ما حطيتش سكر على الكنافه خالص، ولا احط سيرب ولا اي حاجه. انا زي ما قلت لكم الحاله دي مظبوط قوي قوي قوي. يعني هقول لكم ايه، جربوه بس وانتوا تشوفوا جماله وحلاوته. والله يا جماعه انا ما بحلفش يمين الله كذب، الجلاش ده ماله حل جميل. كل اللي ياكل منه يقول لي انتوا جايبينه منين يا جماعه؟ أنا اللي عاملاه. يقولوا طب ازاي يعني وايه وما اعرفش ايه وايه وايه. المهم بقى اعملوا، بس هي العجينه الورق مش كبير. في بقى جلاش بنجيبه كده الورقه بتبقى طويله طويله قد دي كده مرتين الطول. فانا هعمله كده اللور كده على قد ايه عرض الصاج، مش طول الصاج لا، على قد العرض بتاع الصاج. بنمسك اول ورقه بندهنها سمنه بلدي، ولو عندكم زبده، هي الزبده استخدامها جميل قوي يا جماعه. البنات اللي بيحبوا ولا الناس اللي بتحب الاكل الصحي، الزبدة البلدي استخدامها احسن من السمنة. يعني لو بتشتروا زبدة بلدي او سمنة بلدي، اشتروا الزبدة وما تشتروش السمنة، واستخدموها زبدة كده ما تقدحوهاش. طبعا انا بستخدمها السمنة هنا في الجلاش. لو عندي زبدة هستخدم زبدة. بنحط 3 ورقات. زي ما قلت لكم الورقه دي مش كبيره، هي انا عاملاها بعرض الصاج مش بطوله. لو كبيره هعمل ورقتين 2 وهتبقى بطول الصاج. آه، كده هنحط الكريمه، طبقه كريمه خفيفه جدا، مش كتيره ولا تقيله، لان احنا هنحط حشوات تانية. هنحط بقى الكريمه، هنفردها كده على طرف الرول اللي احنا هنلفه. وهنيجي ايه بقى يا بنات؟ نحط ايه الكنافه الجميله التحفه بتاعتنا دي. فيها سكر؟ لا ما فيهاش سكر، متحمره بسمنه بس بدون سكر. والقرمشه دي في الكنافه قعدت فيها لتاني يوم، القرمشه فيها ما راحتش منها. زي ما قلت لكم الحاله دي ما، يعني هقول لكم تاني، كل اللي كل منه ما بقاش مصدق ان هو معمول في البيت. مش هتجيبوه ولا من اي من اغلى الحلويات ومن احلى الحلويات، ما انتوش هتعرفوا تجيبوه برضه بنفس الطريقه وبنفس الحلاوه اللي هو طالع بيها.
المهم هنلفه كده يا بنات زي ما انتم شايفين، وعادي خالص هنحطه بقى في الصاج على العرض. دهنين الصاج سمنة برضو بالعرض كده، وهنحطه فين في الصاج بتاعنا. وهعمل كمان واحد معاكم. انا ببقى احب كده زي البث المباشر كده، انا ببقى احب بصراحة ان اعمل الحاجة كلها معاكم واتكلم كمان معاكم. بس طبعا الفيديو هيطول عشان ده فيديو مش بس. فانا الورقة المقطوعة ده انا اشتلتها، بس انا رجعت حطيتها في وسط الحشوة تاني، يعني في وسط الطبقات كده حطيتها، مش ان انا رمتها ولا حاجة. الجلاش بالاخص يا بنات ما بترمش منه حاجة. لو في حاجة متقطعة بتحطها في النص عادي وبيمشي حاله، لان هي طبقة الجلاش دي بتبقى رقيقة جدا. كده عملت كمان اهو، هعمل كمان واحد معاكم. وطبعا انا كنت يومها مشغولة قوي وكان ورايا حاجات تانية كتير، فانا عملت بس 2 معاكم، وبدأت اعمل التاني كده مع نفسي عشان اخلص بسرعة. هو طبعا انا عملته برضو وانا واقفة، مش هقول لكم انا قعدت يعني ولا حاجة، انا واقفة على الرخامة. عملته لان هو الحاجة دي ببقى احب اعملها وانا واقفة عشان اخلص بسرعة. بس والله بيني وبينكم انا رجلي اليومين دول واجعني، وربنا هو المستعان يعني. الحمد لله. الطبقة طبعا الاخرانية اللي هي التالتة يا بنات مش بدهنها، مانيش بدهنها سمنة. الطبقتين الاولانيين هما اللي بيدهنوا، والتانية لا. التالتة اللي انا بحط بقى عليها الحشوة دي مش بدهنها. كده حطينا طبقة الكريمة غنية برضو، كريمة جميلة خفيفة السكر برضو، ما فيهاش حاجة تانية، كلها قيمة غذائية. فيها بيض برضو مش باين خالص، حاطة فيها فانيليا اللي هي الفانيليا السايلة، جميلة جدا. الحشوة جميلة جدا. عايزاكم تعملوه بس بنفس الطريقة، وانتوا هيطلع معاكم حالة جميل قوي. ولو قعد عندكم 3-4 ايام في التلاجة هيبقى احلى من اول يوم، من تاني يوم كمان، يعني مش هيجراله. شفتوا الحلويات اللي بتيجي من المحلات وبتقعد عندنا بالكام يوم؟ دي بقى طلعت بصراحة، طلع احلى كمان، جميل. انا بحب انتوا عارفين ان انا بحب احشي الحاجة املاها. انا كده طبيعتي كده بحب املى الحاجة كده حشو. كده برضو هنحطه. انا مش عارفة انا مش مبينة الصينية ليه، ولا ما بينتهاش ليه، ولا كده ما خدتش بالي بقى. اهي الصينية اهي يا جماعة، عملت كله بنفس الاتنين الاولانيين، وهنمسكه بقى نقطعه وندهن. انا دهنت وشه سمنة على فكرة، قبل ما اقطعه دهنت وشه سمنة. هنرجع برضو نعيد كده تاني على وشه برضو. قطعوا بقى القطع اللي انتوا عايزينها، صغيرة شوية كبيرة شوية زي ما انتوا عايزين يا بنات. دهنت وشه كده سمنة خفيف، وهرجع تاني برضو ادهنه وبرضو تاني خفيف كده عشان يبقى حماره كده حلو. وندخله بقى الفرن على الشبكة في النص يا جماعة، ما تحطوش تحت يا بنات. وهو عايز نار هادية مش نار عالية. الفرن بنسخنه الاول جدا جدا، بنسخنه حلو الاول. وبعدين بعد ما بنسخن الفرن بنحطه على الشبكة في النص. الفرن طبعا بيبقى حامي جدا، بنهدي بقى الفرن. لو عندكم الفرن مثلا بتسووا الكيكة مثلا على 180، انتوا هتسووا الجلاش على 160. هتحطوه في الاول على 180 وتسيبوه شوية، وبعد كده هتنزلوه على 160 وتسيبوه على هادي جدا شوية عشان يستوي من جوه ومن بره حلو. الطبقات اللي جوه تستوي زي اللي بره. وشايفين بقى الجمال والحلاوة طالع جميل ازاي. هنا بقى معايا عشان يبقى يطلع هو يطرى شويه، ما يبقاش ناشف قوي قوي كده ويتفرفت معاكم. انا ده نص كوبايه او كوبايه الا ربع حليب، كملتها سيرم وحطيتها عليه، هتديله طراوه شويه. وبعد كده هنكمل بسيرم عادي زي ما انتم شايفين يا بنات كده. عايزين تحطوا، عايزينه طري حطوا كوبايه حليب، عايزينه ناشف قوي ما تحطوش حليب خالص، حطوا سيرب بس. عايزينه طري شويه ومش عايزين تحطوا حليب، غطوه. بعد ما تحطوا السيرب غطوا عليه. طبعا انا ما غطتش عليه ولا حاجه، لان انا حطيت شويه حليب مع السيرب. الحليب طرى شويه يعني، خلاه يعني
هو مقرمش زي ما هو مقاس، يعني ما يتكسرش منكم، يعني اداله طراوة شوية كده. ده طبعا اني وريت لكم على طول، اشتغلت على طول وهو سخن فيه. المفروض كنت سبته برضو برد شوية، بس انا قلت ايه، اخلص الفيديو، لان كان عندنا يعني ظروف، وكان عندنا ناس، وكنت عايزة اخلص يعني، كنت عايزة اخلص، فاشتغلت في الفيديو وهو لسه سخن. شايفين الجمال والحلاوة؟ شفتوا حلاوة قبل كده بالشكل ده؟ جميل قوي قوي. اعملوه يا بنات، وحطوا لنا لايكات كتير قوي قوي قوي. ولسه مطلوب مني اللي هي الحلبة المنبتة، هعملها لكم وان شاء الله. مش عارفة بقى هنعمل ايه معاكم لسه يعني، بس انا عايزاكم تعملوا الجلاش بطريقتي، بالطريقة دي، نفس الطريقة بالظبط اعملوه. وما تحمروش الكنافة قوي، خلوها كده فاتحة وحلوة، وعشان برضو يعني ممكن تاخد لون شوية في الفرن برضو. هي طبعا زي ما انتم شايفينها طالعة جميلة جدا جدا. مفيش بعد كده حلاوة بصراحة. شايفين الحلاوة والجمال؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هتعملوه ما جوازكوا بقى، البنوتة اللي هتعملوا جوزها وتعملوا مفاجأة لجوزها، مش هيصدق ان هي عاملة في البيت. يلا اعملوا بقى، وحطوا لنا لايكات كتير قوي لتاتا امال، واقول لكم ايه، بحبكم قوي، بحب تعليقاتكم جميله، وجزاكم الله خير. وكل اللي معايا واللي تخلي جديد جزاه الله خير، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.